حسين ما كانش جاي يخلص على داليا، حسين كان جاي يتكلم معاها، ونورهان هي اللي فتحت له الباب. 45 دقيقة نورهان كانت مضغوط عليها وما كانش في مية سخنة زي ما اتقال. ارحمونا بقى وسيبونا في حالنا. لأول مرة عمة نورهان قالت اللي ما يخطرش على البال في مداخلة هاتفية ليها، وبعد ما كان أهل نورهان رافضين الظهور خالص أبوها ظهر، ومن بعده عمتها، واللي قالوه صادم جدا. كل الناس كانت فاكرة إن خلاص صفحة واتقفلت وقضية وخلصت ومصيرها اتعرف خلاص وهيتنفذ خلال فترة قصيرة، خاصة بعد تأييد الحكم. لكن لا صفحة واتقفلت ولا زيها زي أي قضية وخلصت. كل يوم تطورات ومفاجآت من العيار التقيل بتظهر في قضية نورهان خليل اللي أنهت حياة أمها ببورسعيد بمساعدة عشيقها حسين اللي عنده 14 سنة. الغريب إن اللي بيتقال في الرواية للحكاية واحد، لكن مش من نفس الأشخاص. رغم اعترافات نورهان وحسين وأقوالهم في النيابة والتحقيقات وشهادة الشهود كلهم، إلا إن لسه أهل نورهان مش معترفين بارتكابها الواقعة، ومستغربين ليه كل الناس بتتكلم عن نورهان ومحدش بيجيب سيرة حسين. ليه كل الناس بتقطع في ثروتهم ومحدش قال كلمة على حسين. ليه كل الناس بتهاجمهم وبيخوضوا في عرضهم رغم إن المتهم الأساسي هو حسين هو اللي خطط وعمل كل حاجة. دي كانت كلمات عمة نورهان خليل في مداخلة هاتفية مع الصحفي محمود عنب، وده على قناته على اليوتيوب. وده من ضمن الصحفيين اللي بيتابعوا القضية وحضر كل جلسات نورهان لحد ما تم الحكم عليها بعشماوي، واطلع على كل التحقيقات وعارف كل صغيرة وكبيرة في القضية دي زي ناس كتير. لكن اللي عمتها قالته غير كل اللي الناس عرفته من التحقيقات والاعترافات. عمتها قالت إن حسين ما كانش جاي يخلص على أم نورهان، حسين كان جاي يتكلم معاها بعد ما شافتهم مع بعض. طيب الواقعة تمت إزاي وهو أصلا كان في مكالمة مع نورهان بيتفق معاها تجهز المية المغلية، وكان طالع ومعاه العصاية الخشب اللي فيها مسامير. ده حتى نورهان ما صوتتش ولا وقفته على اللي بيعمله، ونزلت كملت يومها عادي، لدرجة إنها عملت عملتها ونزلت تدي درس. لكن أهل نورهان معتقدين إن حسين هو اللي كان ضاغط عليها وبيخوفها بأخوها أحمد، وعلشان كده ممكن تكون استسلمت لحسين وقت الوقعة اللي استمرت 45 دقيقة. الغريب بقى إنها قالت إن ما كانش في مية مغلية أصلاً في الوقعة. عمة نورهان قالت إنها لما دخلت على المجني عليها مع صديقتها ثريا، وده قبل مثواها الأخير، ما كانش على جسمها ولا على وشها آثار لمية سخنة زي ما اتقال، وده اللي أكدته صديقة المجني عليها. ولكن الطب الشرعي والتحقيقات أثبتوا عكس كده، وإن كان في حلة فيها مية وعليها آثار إنها مغلية ولكن كانت بردت. وبخصوص صديقة والدة نورهان، استغربت من اللي قالته عن نورهان وأمها، وقالت إنها ما عملتش حساب العيش والملح اللي كان بينهم. إزاي تقول كده على نورهان؟ وده طبعاً لما قالت ابن الصغير شاف نورهان وحسين مع بعض في الانتريه في بيتهم، وجي قال لي اللي شافه وكانت صدمة. نورهان أذنبت، نورهان ما كانتش متربية. ثريا قالت إنها مصدومة من اللي عملته نورهان، وإن داليا ما تستاهلش كده. داليا كانت طيبة وخلوقة وكل الناس زعلت عليها. الحقيقة طول المداخلة عمة نورهان ما عندهاش حاجة تقولها، وأكدت إن نورهان غلطت وإنهم في ابتلاء كبير، وطلبت إن كان الأولى حسين اللي ياخد حكم عشماوي مش نورهان، وإن كفاية بقى كلام في القضية ويراعوا مشاعر أبو نورهان وإخواتها اللي بيمر بيه مش قليل. في النهاية بقى عايزاكم تشاركوني برأيكم في التعليقات.